ازيكم يا حلوين؟ يا رب تكونوا بخير. رمضان خلاص على الابواب، كل سنه وانتم طيبين. يلا بينا بقى نستعد لرمضان، واول حاجه نستعد بيها لرمضان هي السحور. عايزه اقول لكم ان بعد الفيديو ده وتفريزات الفيديو ده السحور مش هياخد منكم اكتر من 5 دقايق، وهقول لكم على كل التريكس اللي تخلي السحور فعلا ما ياخدش منكم اكتر من كده. كمان الطعم تجنن والريحه تجنن وانضف واحلى من الجاهز. لو عايزين تعرفوا ازاي please keep on watching. اول حاجه معانا حمص منقوع ليله كامله، طبعا تقدروا تستخدموا الكميه اللي انتوا عايزينها. وبحط معاها ربطه من الكزبره الخضراء واضربهم كويس مع بعض، وبعد كده ببتدي ان انا اتبلهم. بس اهم حاجه اتاكد ان هما اتفرموا كويس جدا جدا مع بعض. زي ما انتم شايفين كده هبتدي بقى ان انا احط التوابل، كزبره ناشفه وكمون وملح وفلفل وتوم. درجه التوم بتفرق معاكم على حسب انتوا بتحبوا التوم وطعم التوم ولا لا. لو انتوا بتحبوا طعم التوم ممكن تحطوا كمان معلقه من التوم المفروم. عشان بقى نحتفظ بالطعميه انا عندي القوالب السيليكون دي. طبعا انتوا ممكن تستخدموها في حاجات كتير، بس لو خطرت في بالكم ان انتوا تستخدموها للطعميه بجد يا جماعه بتاخدش اي وقت في الفريزر، وهتحطيها شكلها تحفه. طبعا بتحطي سمسم تحت وبعد كده بتحطي الطعميه تحطيها في الفريزر، ومجرد مثلا تسيبيها ربع ساعه نص ساعه، الجو برد جدا فهتجمد معاكم، وبعد كده بتحطوها في اكياس حافظه وتطلعوها على طول على التسوية. يعني انتوا مش هتطلعوا العجينة في اكياس وتبتدوا ان انتوا تقرصوها وتاخد وقت خالص، انتوا هتطلعوها على التسوية على طول زي ما انتوا شايفين. بجد مفيش اسهل من كده، فعلا السحور مش هياخد منكم اي وقت. شايفين بقى بنطلعها على طول على القلي، مفيش لا ابسط ولا اسهل من كده، والريحه والطعم احلى بكتير بكتير من بره. وعلى الاقل عارفين ايه المكونات بتاعتها. خطيره خطيره، جربوها هتعجبكم كتير. ويلا بينا على طريقه الفول. معانا فول منقوع ليله كامله، بنغير له الميه من مرتين ل3 مرات، وبعد كده بنحطه في حلة على النار ونحط مية عشان يبتدي انه يغلي، وهننزل عليه بطماطمايه وبطاطسايه وجزرايه. طبعا عايزه اقول لكم ان انتوا كده بتزودوا الفايده بتاعته، وكمان بتخلوا الطعم خطير. بعد كده بضيف عليه رز، شويه رز صغيرين وعدس صغيرين، وبسيبهم على النار يغلوا عشان يعمل لي طبقة كريمية جميلة جدا هتشوفوها دلوقتي في الفيديو، خطيرة. بنزل عليها بالتوابل، كركم وبابريكا وكمون. عايزه اقول لكم كانت الريحه قلب البيت خطيره. مستحيل لو جربتوا تعملوه في البيت ان انتوا تشتروه من بره تاني خلاص، ده غير ان انتوا عارفين ايه المكونات اللي فيه وكله فوائد. يلا بينا بقى نعمل الدقه سوا. هنحتاج فلفل احمر وليمون متقشر وتوم وكمون وكزبره وبابريكا. ولو انتوا بتحبوا الحاجه سبايسي فهتحطوا نص قرن فلفل بيحرق. وبعدين هتنزلوا عليه بالتوابل، وهتنزلوا عليه كمان بالطحينه والخل وشويه صغيرين من الزيت، وتضربوه في الخلاط كويس قوي. وهنا انا هقسم الخليط ده عشان هعمل كمان عليه طماطم وهضيف عليه شطه، يعني ده خليط تاني، ودي طبعا حاجه اختياريه. بس عايزه اقول لكم ان الدقه دي بتنقل الفول في حته تانية، مستحيل اصلا حد يصدق ان ده معمول في البيت.
طعم خطير والريحة خطيرة. جربوا الطريقتين وان شاء الله تعجبكم. وعايزة اقول لكم بقى على كام تركة هتسهل عليكم اكتر كمان فقرة السحور. وحرفيا السحور فعلا مش هياخد منكم اي وقت. الطعمية خلاص هتطلعيها على التسوية، الفول هتشيليه في اكياس حافظة على التسوية على طول. فعايزة اقول لكم خطير. هنبتدي بقى نعمل ايه، هنقطع البطاطس. وعايزه اقول لكم لو انتوا استخدمتوا القطاعه بتسهل كتير اكتر من السكينه. يعني شوفوا انا بقطع كذا طبقه ورا بعض، مش هتحسوا اصلا لو قطعتوا كيلو ولا اتنين مش هتحسوا. انا بعمل ده في الطبيعي سواء في رمضان او غير رمضان. وبحطه في علبة حافظة في التلاجة، وبعد ما بغسله كويس بحطه عليه مية نظيفة، يعني تكون مية من الفلتر يفضل. وبتسيبيه في التلاجة، لما بتيجي تطلعي منه كل يوم للفطار بتطلعي على قدك بالظبط. وبعد كده بيخلص بتعملي علبة تانية. عايزة اقول لكم الموضوع ده مريح جدا، ولا تجيبي بقى بطاطس فيها مواد حافظة ولا اي حاجة. موضوع سهل ومش هياخد منك كمان اي وقت ولا هتحسي بيه. كمان بحط الجبن او الزبادي او الحاجات اللي هطلعها على السحور في علبة واحدة. والعسل بحب احطه في علبة صغيرة على قده، عشان لو وقع في التلاجة اي حاجة ما يبهدلش التلاجة. وبس كده هتلاقوا السحور جميل وبسيط وما بياخدش منك اي وقت. صحيتي بقى بدري صحيتي متأخر، السحور مش هياخد منك اكتر من 5 دقايق. بس كده، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تقولولي في الكومنت تحت